السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في القناه ديالي شيوات مريم. اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير قريشلات مالحين بمناسبه اقتراب عاشوراء. لهاد قريشلات مالحين غادي نحتاجو هنايا 500 غرام ديال الدقيق. غادي نضيفو عليها شويه د الملحه. الملحه ما غاديش نكثرها لان المقادير اللي غادي نسم بهم هاد القريشلات هادو هما اصلا مالحين، يعني غادي نديرو غير شويه د الملحه وصافي. غادي نضيفو عليها 125 غرام ديال الزبده 125 غرام ديال الزبده. بالنسبه للمقادير غادي تلقاوني كاتباهم لكم في صندوق الوصف مضبوطين. غادي نحاول نبسبس هاد الزبده هادي مع هاد الخليط ديال الدقيق والملحه ونرجع معكم. يعني كنبسبسوه بهاد الطريقه هادي، كنحاولوا ندخلوا هاد الزبده في هاد الدقيق هذا. بطبيعه الحال الزبده الا كانت بحراره المطبخ فغادي يكون احسن، يعني غتساعدنا، يعني غتدخل في وسط الدقيق بسهوله. بالنسبه للدقيق عندي نص كيلو ديال الدقيق مع قريصه الملحه مع 125 غرام ديال الزبده. كنبسبسوهم هكايا. فهاد القريشلات هادو راه كيجيو زوينين بزاف، وان شاء الله الا جربتوهم غادي يعجبوكم. من بعد ما دخلت هاد الزبده هادي في هاد الدقيق هذا، فانتوما كيفاش كيولي على هاد الشكل هذا مرمل. غادي نضيف عليه هنايا 2 معالق كبار ديال زيت المائده قبيله تخوالي عليها الدقيق، دقيق فورس. 2 معالق كبار ديال زيت المائده. غادي نضيف عليهم هنايا واحد 2 فرماجات مثلثين على هذا الشكل هذا، 2 فرماجات. بعد ما ضفت هنايا 2 فرماجات غادي نضيف عليهم ضماد البنه يا غنمي يا بقري اللي بغيتو، وغادي نحكهم هنايا. من بعد ما حكيت هنايا هاد الضويمه هذه البنه يا بقري يا غنمي اللي بغيتو، غادي نضيف هنايا واحد خماره كيماويه حمراء، يعني غير وحده. وغادي نبدا دابا على بركه الله. غنحتاج هنايا الماء الدافئ باش نعجن. غنحتاج هنا الماء، وغادي نبدا نجمع في هذا الخليط هذا ديالي بشويه بشويه. وضروري ان احنا نخليوه شويه قاصح، لان غادي ندخلوا عليه المقادير غادي تكون يعني شويه جاريه، فغادي تزيد تلين يعني العجين. من الاحسن ان احنا ما نكثروش الماء، نصبو غير بشويه بشويه حتى نجمعوا هذا الخليط هذا اللي عندنا. بهذا الشكل هذا غادي نبقى انا مستمره بهذه الطريقه هذه، كنجمع في العجين غير بشويه بشويه. وكيف ما قلت خصني نخلي الخليط ديالي قاصح شويه. الان بعد ما جمعت العجين ديالي فهو جا على هذا الشكل هذا، يعني خليته قاصح شويه. الان غادي نوريكم يعني المقادير اللي وجدت باش غادي نسم هذا العجين هذا. بالنسبه للعجين باول حاجه يعني غادي نقسمو على 2 الاقسام هكذا. قسمت هنايا العجين ديالي وخرجت منه 2 الكرات. بالنسبه للعجين الاول غادي ندير فيه معلقه صغيره ديال السودانيه. بالنسبه للسودانيه على حسب حنا واش يعني كيعجبنا الحار ولا لا، يعني الا كانت كتعجبنا الحار نديرو معلقه كبيره، كنا يعني بغينا غير النسمه نديرو معلقه صغيره. هنايا 2 معالق صغار ديال مطيشه الحك عامرين. هنايا معلقه ديال التحميره. بالنسبه للكره الثانيه غادي ندير فيها 2 معالق صغار ديال لا موطارد، وغادي ندير فيها بصله وحده محكوكه صغيره.
بسم الله. غادي ناخذ هذا العجين، غادي نحاول ندير في وسط منه حفره بهذا الشكل هذا. غادي نجيب هاد السودانيه، بسم الله، غادي نديرها، غادي نضيف عليها هنايا ديك الملعقه من التحميره، غادي نضيف عليها هنايا مطيشه الحك. كما قلت لكم ما خصناش نجريو العجينه ديالنا لان المواد اللي غندخلو عليها شويه جاريين. غادي نبدا دابا على بركه الله نحاول نخلط مزيان هاد المقادير هذه كلها مع بعضياتها حتى تدخل لنا مزيان هاد العطريه وهاد المطيشه لهاد العجينه كلها. ها هي هنايا العجينه الاولى دخلنا ليها المقادير، فهي كتصبح على هذا الشكل هذا. بالنسبه لدوك المكونات فهم راه دغيا كيدخلوا لنا في وسط العجين، وكنحاولوا ان حنا نبداو ندلكو هكا شويه باش دوك الالوان كيدخلوا في العجين كله. صافي بالنسبه لهاد العجينه هذه الاولى ها هي واجده. الان غادي ندوز للعجينه الثانيه. بالنسبه للعجينه الثانيه ها هي نفس الطريقه، غادي نحاول ندير في وسط منها حفره بهذا الشكل هذا. غادي نجيب ديك البصله اللي عندي، غير بصله صغيره حكيتها، حيدت من هذاك شويه د الماء اللي كان فيها وخليت غير هاد هكايا هاد القشور بحال هكا. غادي ناخذ نضيف عليهم 2 معالق ديال لا موطارد صغار، صافي. والان غادي نبدا عاود ندخل هاد الخليط هذا في وسط هاد العجين هذا بنفس الطريقه، يعني نبدا بحال ندلك هكا بشويه حتى يدخلوا هاد المقادير هادو مع بعضياتهم. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما جمعت هاد العجين اللي كان فيه لا موطارد والبصله فهو كيجي على هاد الشكل هذا. كما قلت نخليو العجينه ديالنا قاصحه لان المواد اللي ضفنا عليها كلها يعني جاريه. بالنسبه لهاد العجينه هذه حيت فيها البصله فيها الماء، الا حسينا بها يعني بدات كتلصق لنا نضيفوا لها شويه ديال الدقيق فرص حتى تعاود تجمع. الان غادي ناخذ شويه ديال الدقيق ونرشوه هنايا فوق سطح العمل. غادي ناخذ هنايا شويه من هاد العجين هذا ونبدا نشكل فيه على هذا الشكل هذا، نبدا نحربل فيه هكذايا. نبدا نشكل فيه هكا، يعني حتى يرقاق كما كتشوفوا معايا. كنبقاو نحربلو على هذا الشكل هذا حتى كنحصلو على هذا الحجم هذا. ها هو غادي ناخذوا الان لاطه ونوضعوا فيها هذا القراشل ديالنا. ناخذوا لاطه مدهونه ولا نديروا فيها هذا الورق هذا ونبداو نوضعوا هاد القراشل على هذا الشكل هذا. يعني غادي نحربلوهم بهذه الطريقه هذه حتى نكملهم كاملين. وبنفس الطريقه باش خدمت هادو الحارين غادي نخدم هاد العجين هذا اللي فيه لا موطارد والبصله، يعني نحربلو كامل حتى نحصل على هذا الشكل هذا ونرجع معكم. من بعد ما كملتهم وحصلت على هذا الشكل هذا، يعني شكلتهم على شكل عصي، غادي ندخلهم الفران يطيبوا نص طيبه. يعني ندخلهم مده ديك 10 دقائق 7 دقائق غير يشموا العافيه.
صافي نخرجهم باش نقطعهم، عاد ندخلهم باش يطيبوا يكملوا الطياب ديالهم. بعد ما طيبتهم نص طيبه خرجتهم من الفران. يعني ها هما راه مازال ما طابوش من الداخل حيت باقي غنرجعوهم للفران. طيبتهم نص طيبه وخرجتهم غير باش نقطعهم على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ مقص وغادي نبداو نقطعوهم على هذا الشكل مايلين. بهذه الطريقه هذه. يعني كنبقاو نقطعوهم هكا بشكل مائي بهذه الطريقه هذه. ها هما راه باقيين ما طايبينش من الداخل، يعني راه طيبتهم غير نص طيبه هكذايا. صافي كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوهم كلهم هكذا. صافي دابا غادي نحركهم على هذا الشكل هذا باش كل وحده طيب من الداخل. والان غادي نرجعهم للفران يكملوا الطياب ديالهم ونخرجوهم نقدموهم بالصحه والراحه. بعد ما طابوا القريشلات ديالنا وخرجناهم الفران فهما كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو طايبين ومقرمشين. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه ديال اليوم تعجبكم، وإلا عجبتكم كالعاده ما تنساوش ابوناو في القناه ديالي شيوات مريم وديروا جيم للفيديو ديالي.